كارثة حقيقية وفضيحة جديدة لإيلون ماسك. تخيل تفتح أداة ذكاء اصطناعي تلاقيها بتعمل لك فيديوهات جنسية لمشاهير من غير ما حد يطلب. القصة بدأت مع أداة اسمها جورك ايميجينج من شركة اكس اي اي بتاعت ايلون ماسك. المفروض ان دي أداة توليد صور بالذكاء الاصطناعي زي من جورني او ديل دوت اي، لكن المفاجأة الأداة دي ممكن تكتب فيها أوصاف عادية ومع ذلك تطلع لك صور جنسية صريحة. وده حصل مع صورة المطربة الأمريكية تايلور سوفت. ناس كتبت طلب عادي وفجأة الأداة أنتجت صورة مبتذلة ليها، والنتيجة موجة غضب ضخمة على الإنترنت. طيب الموضوع مش بس غلطة تقنية عابرة، لأن ده معناه إن في انحياز مبرمج جوه النظام نفسه، والأسوأ إن الخاصية دي متاحة بالاشتراك المدفوع من غير اي تحقق من سن المستخدم. يعني اي حد حتى المراهقين يقدروا يستخدموا الاداة دي لصناعة محتوى جنسي مزيف بسهولة. طيب ده معناه اننا داخلين على موجة انتشار للتزييف الجنسي العميق بشكل يخوف. تخيل اي صورة لاي شخص ممكن تتحول لمشهد صادم في ثواني. الضرر هنا مش بس هيكون على المشاهير، لكن هيكون على كل واحد فينا. ودي مش اول مرة نشوف فيها الذكاء الاصطناعي بيخرج عن السيطرة. في الفيديوهات اللي جاية هحكي لك عن قصص حقيقية مرعبة حصلت مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، هتخليك تفكر مرة واتنين قبل ما تجرب أي أداة وتديها معلومات وصور ليك. المصادر تأكد منها موجودة تحت، وقول لنا رأيك.